بعض الوسائل الإعلام تنقل الصورة الغير صحيحة لهذه الأحداث المصاحبة للبطولة. حتى قبل بداية انطلاقة البطولة كانت الإشاعات حاضرة وبكثرة. أبو ناصر يعني المغرب عبد الله وخاصة في المباراة الأولى أثبتت أن البنية التحتية قوية عندها، أثبتت أنها جاهزة. المطر كان ما يقارب أكثر من 4 ساعات مستمر بشكل مستمر، ما شفنا الكرة توقف على أرضية الملعب، ما في تسريبات ولا في أي تسريب، وفي بالعكس في يعني قنوات صرف وتصريف جميلة جدا رائعة مميزة تدل على أن المغرب بلد جاهز وبنية تحتية قوية ومتمكنين من كل أدواتهم الفنية، جاهزين. استمتعنا في المباراة، ما حسينا بالمطر يا رجل. احنا نشوف المطر بس ما نشوف أي توقف، ما نشوف أي ماء على أرضية الملعب. هذا دليل على جاهزية المغرب وعلى أنهم جاهزين. حتى الكلام اللي سمعناه عن موضوع الأطعمة والمطعم والأكل والكلام، كل هذا الكلام مثل ما قلنا في البداية نأخذه من الجهات والقنوات الرسمية، ما نأخذه من أي شخص آخر.